كيف السلام عليكم توجور من الكوزينه تاع ماما. اليوم راح نقدم لكم واحد الحلوه معسله بزاف بنينه اللي هي لا تيركواز. تبعوا معايا طريقه سهله بسيطه وحلوه قلنا بزاف بنينه. واش نسحقوا؟ عندنا هنا لاباط تاعنا ولا لاباط يعني العجينه 250 غرام تاع فرينه، 160 غرام مارغرين تاع فيلطاج، حبه بيض كامله، شويه تاع لافاني، ونطموا لاباط تاعنا بشويه تاع مزهر ولا فاص هنا ولا الحشو. هنا خلطت جوز ولوز، تقدروا ديروا كاوكاو وحده يكون محمص وترحيوه بالوسط كما قادرين ديروا. قلنا 200 غرام تاع اللوز، 100 غرام تاع الجوز، ترحيوهم مع بعض. وعندكم نص كيلو تاع السكر وشويه تاع مزهر باش نطموا لاباط تاعنا. ونسحقوا قطايف تاع الشعره، هذو القطايف رقاق، وشويه تاع سيله باش نعسلوا هاد لاتيركواز تاعنا. هادو هما المقادير. يلا نروحوا لطريقه التحضير. شوفوا هنا نسحقوا، قلنا عندكم هنا 200 غرام ولا 250 غرام تاع فرينه، وفرينه اللي استعملتها اليوم تاع ماما اللي هي تي 55. قلنا عندنا 250 غرام هاملك. هنا 250 غرام قلنا فرينه تاع ماما تي 55. يلا هنا نزيد مع هاد 250 غرام فرينه قلنا شويه تاع لافاني، نزيدوا معها هنا شوفوا هنا نسحقوا شويه مارغرين تاع الفيلطاج، ولا نسحقوا 106 160 130 غرام تاع مارغرين تاع الفيلطاج. هاي ليك نوسيها هكذا بيدي هذا باش تدخل مليح في لاباط. هاي لك، وندخل هاد المارغرين مليح في الفرينه. شوفوا نواسي هكذا بيدي، نحك هكذا حتى تدخل مليح هاد المارغرين مليح قلنا في الفرينه. شوفوا هكذا شوفوا هاي ها من بعد هنا راح نزيد حبه بيض كامله. هاي ليك، ونبدا نطم لاباط تاعي بشويه تاع مزهر. شوفوا هكذا شوفوا هذيك لاباط كيفاش تكون. هاي ليك، ودوك نوريكم كيفاش تخدموا هاد لاباط. راح نديروا لها دو تور سامبل باش هاد لاباط قلنا تجينا تقرمش. لاباط راح نخليها بجهه
لافاس قلنا عندكم هنا جوز ولوز ولا كاوكاو يكون محمص. يلا هذه بالنسبه للاباط تاعنا. لافاس تاعنا قلنا عندكم 200 غرام تاع لوز و100 غرام تاع جوز، ولا عندكم 3 كيلات تاع كاوكاو يكونوا محمصين وتريحيوهم. نزيد معاهم السكر، نص كيلو تاع السكر، شويه تاع لافاني، وراح نرش هاد لافاس تاعي بالمزهر. لازم تكون مرشوشه برك، يعني تكون مفتوله كي الطعام، ما تكونش اون بات. لافاس تاعي ما تكونش معجنه، ها تكون مرشوشه برك. ها هكذا. وناخذ المزهر وقلنا نرشوها بالشويه تاع المزهر وندخلوا هذا المزهر مليح. شوفوا هكذا تكون مزربعه، شوفوا هكذا باش من بعد تجيكم سهله تحطوها في السنيوه. هنا لافاس تاعنا راهي واجده، لاباط كيف كيف. شوفوا هنا راح نستعمل هاد السنيوه. طبعا انتم تقدروا تستعملوا سنيوه اكثر من هاد الشيء، وتقدروا ديروا وحده اقل. هنا ناخذ شويه تاع السمن يكون دايب، نحط كميه تاع السمن هنا. هاي ليك لاباط تاعنا. شوفوا واش نديروا، ناخذ شويه تاع فرينه، شوفوا نحل لاباط تاعي. شوفوا هكذا. ها من بعد واش ندير، نطوي منها ونزيد نطوي هذه فوق هذا، ونزيد نفتح المره الثانيه. شوفوا ها شوفوا نرفد لاباط تاعي، نحط لاباط هنا في السنيوه. شوفوا هنا دوك نحي لاباط هذه الزايده. شوفوا لاباط تقدروا تنحيوها هنا من الفوق وتقدروا تنحيوها من التحت. انا علاش خليت لاباط هنا باش نربح هاد الطرف كي ندير لهم الجوز واللوز ما يتحرقوليش. هاي لك
هكذا. من بعد ناخذ لافاس تاعنا، راح نفرش لافاس هنا، هاي ليك نفرشها مليح، وراح نغطيها قلنا بقطايف تاع الشعره، ونحط لهم السمن من الفوق وندخلها للفرن على درجه حراره 170 درجه حتى تاخذ التحميره الفوق من الفوق ومن التحت. من بعد راح نعسلوها ونزينوها بشويه تاع بيستاش، وتكون لا تيركواز تاعنا حاضره وواجده. طريقه بسيطه وبنينه، صدقوني بنينه بزاف بزاف. يلا دونك هنا ناخذ هاد القطايف قلنا تاع الشعره، شوفوا هكذا، ونبدا نفرش. شوفوا ها شو نفتح ونغطي على هاد الجوز واللوز. شوفوا ها هكذا. قلنا من بعد ناخذ شويه تاع السمن ونحط لها السمن من الفوق باش هاد القطايف ياخذوا التحميره الشابه هذيك، وراح ندخلوها للفرن على درجه حراره 170 حتى 180 حتى تشوفوها حمارت من الفوق ومن التحت. راح تخرجوها وراح تعسلوها بالعسيله وحدها، يعني ما ديرولهاش العسيله، ما تخلطولهاش الماء زهر باش هاد التركوز ما تتجلدش، يعني بتقعد تقرمش. من بعد راح نخلوها تشرب مليح، من بعد راح نقطعوها ونزينوها بشويه تاع بيستاش من الفوق. يلا راح ندخلوها هاد لا تيركواز للفرن وراح نعسلوها وراح نشوفوا الشكل النهائي تاع هاد لا تيركواز. ليكيب كيما راكم تشوفوا الوصفه تاع نهار اليوم اللي هي لا تيركواز راهي حاضره، هي لك امامكم، صدقوني بنينه بزاف بزاف وناجحه. جربوها ما كنتش رايحين تندموا عليها. راح نتلاقى بكم فيديو واحد اخر باش نتم الكوزينه تاع ماما، وصفات وحلويات معسله. بقى لي غنقول لكم صحه فطوركم، الى اللقاء.